المرأة لازم انه تطيع زوجها. ليش هلا ببالك اذا المرأة طاعت زوجها بتخسر؟ يعني لما بتقول له حاضر امرك مثل ما بدك ابن عمي. انا بعرف شيخ، يعني بعرفه من بعيد لبعيد، لما بيجي من السفر مرته بتبوس ايده، لما بيجي من السفر بينزل من السيارة بتاخذ الشنتاية من ايده بتبوس ايده قدام العالم. هو بيبوس ايدها لما يكونوا لحاله ما في حدا. عيب يعني؟ طيب هلا هي مثلا تكون عم تاكل قاعدين على السفرة، بده يشرب مي بترقد بتجيب له الميات، بيجي من برا بيقعد ترقد بالشلح وجرابات. اي نعم. بتشوف شو ناقصه، شو بده. اي نعم. شو جاي على باله؟ اعصر لك جزر تقبرني؟ شو اساوي لك؟ اعصر لك بردقان؟ شو؟ طيب مرة مثل هالمرة لما بتكون هيك مطيعة، الزوج يعني بيقول لها امي وليه؟ عدي وليه؟ لا ما بيقول لها هيك. اي نعم. كل شغله الله يخلي لي اياكي، الله يسلم دياتي، ان شاء الله ما بنحترمك. اي نعم. والاولاد بيتغذوا، لما الاولاد بيشوفوا ابوهم وامهم عم يتغزلوا ببعضهم وبيحبوا بعضهم، الاولاد بيعيشوا احلى حياه. اما الولد لما بيلاقي البيت حلقه ملاكمه، الاب وقف بزاويه والام بزاويه، واحد اثنين ثلاثه وهجموا على بعضهم ونزلوا مباطحه، تلاقي الولد بيكره عيشته، بيكره البيت، بيكره القعده. طبعا لكان فالمرأة المطيعة الشرع أمرها أنه تطيعنا وما بتخسر. هنا أمرها تطيع زوج. طيب كم ولد أمروا بطاعتها؟ أولادها كلياتهم أمرون الشرع بطاعتها. طاعتني أنا عندي 5 أولاد، ال5 أولاد مأمورين أنه يطيعوها، ال5 أولاد وأبوهم بيطيعوها. واحد قال له لابنه ما بتسمعش كلام أمك ليه يا ولد؟ تكونش فاكر نفسك أحسن مني؟ هنا فيعني أنا بسمع كلامه، ليش ما أسمع كلامه؟ ويكون مباحا شرعا. شيء بدك تطيعه فيها للزوج يكون مباح.